السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم قبل أي حاجة كده يا رب، وأيام مباركة عليكم، وربنا يعود عليكم الأيام بخير بمناسبة الأيام الكريمة اللي احنا فيها يا رب كده علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية، وربنا يحمي العرب والأمة العربية بالكامل، ومصر وغزة وفلسطين وكل دول العالم العربي يا رب العالمين. ربنا يحميها بإذن الله من أي خطر يحاك إليه. هنتكلم كده على السريع كده على شوية نقط فنية في ماتش القمة، لأن لا صوت أعلى على ماتش القمة اللي فاضل له يوم. يعني خلاص احنا بقى 24 ساعة، وإن شاء الله هبقى أعمل لكم حلقة تانية بالتفصيل شوية عن المشاكل الفنية اللي في المنافس ونقط القوة اللي عندنا، نقاط القوة اللي عندنا وكده. احنا عندنا لما نتكلم ان شاء الله ان اهم حاجة، انا في رأيي اهم حاجة تفرق في ماتش زي ده اللي هي معركة وسط الملعب. احنا لما كسبنا الاهلي السنة اللي فاتت ماتش الدوري وماتش السوبر الافريقي، كنا احنا وتفوقنا على الاهلي بمعركة وسط الملعب. فمعركة وسط الملعب عليها عامل كبير قوي كده. اتمنى من الله ان يكون في تركيز قوي جدا، وفي اراده وفي عزيمه عند دونجا، عند محمد شحاته، ومع عبد الله السعيد، ان يبقى فيه، ومحمد السيد اذا لعب يعني ايا كان اللي هيلعب في التشكيل، وان يبقى فيه تركيز قوي جدا، لان هي معركه خط الوسط هي اللي بتفرق قوي، هي اللي بتحمي الدفاع، وهي اللي بتشغل الهجوم، وهي اللي بتفرض السيطره، وده اللي شفناه قبل كده. اما بقى بالنسبه للهجوم، لما نتكلم على الهجوم عندنا، فاحنا الهجوم عندنا لو قارناه بدفاع الاهلي، الهجوم عندنا قوي، والهجوم عندنا يبقى خطر عليهم جدا. لما نقارن زيزو، لما نقارن ناصر منسي او الجزيري او حسام اشرف، ايا كان مين اللي هيلعب فيهم كراس حربه، وانا افضل الجزيري طبعا، لان هي دي مبارياته، هو اقوى واسرع، وهو اللي في المباراه دي. ممكن ناصر منسي ياخد جزء من الماتش او حسام اشرف، انما هو الجزيري هو الاساس اللي تعتمد عليه، مع مصطفى شلبي او احمد جفالي، ايا كان مين بقى برضو اللي هيلعب فيهم. ممكن تبقى مفاجاه، وممكن نلاقي بكره جوزيه بيسيرو بيفاجئنا بان هو بيلعب احمد جفالي، ويعيد القصه اللي حكيتها لكم قبل كده بتاعت اوتوفيستر وكوليبالي، يبقى بيسيرو والجفالي، وتكون مفاجاه، واللعيب ممكن واللعيب يتالق. وعلى فكره المباريات ديت انا حضرتها، وكلنا ناس كتير فينا حضرت، هي مولد نجوم، وهي في نجوم بتصنع في هذه المباريات وبطولت في هذه المباريات. المهم خط هجومنا لو قارناه بخط دفاع الاهلي، اللي هو محمد هاني ورامي ربيعه واشرف داري او العش او ياسر ابراهيم، ايا كان بقى مين فيهم هيلعب ومين مصاب، وكريم الدبيس او يحيى عطيه الله او علي معلول، ايا كان برضو مين اللي هيلعب فيهم، او لو لعب عمر كمال عبد الواحد، سواء لعب باك يمين باك شمال. لا، في تفوق قوي لمهاجمين الزمالك على مدافعين الاهلي. وخط دفاع الاهلي هو الخط، انا في رايي ان هو الخط الاضعف في الاهلي. فانت لو استغليت الفرصه دي وضغطت عليهم واستغليت اخطائهم، فان شاء الله، لا ان شاء الله، ان شاء الله يبقى المكسب حليف للزمالك، وزي ما حصل قبل كده في السنه اللي فاتت، سواء في ماتش السوبر الافريقي او في ماتش الدوري. فالموضوع مش بعيد. تاني حاجة بقى، حتة بس يعني حتة سريعة كده عاوز اتكلم عليها، اهم حاجة خط الوسط ومعركة خط الوسط. ولما كسبت معركة خط الوسط السنة اللي فاتت، كسبت الماتشين. فدونجا بالذات في الماتش بالذات في الماتش السوبر الافريقي، لما دونجا كان واقف على رجله، بيلعب بثقة، بيلعب بقوة، بيلعب بتصميم، بيلعب بتركيز، فكسبنا الحمد لله الماتش، وكسبنا الماتش كويس جدا، ولغى اي خطوره للاهلي، ولغى على اي نجوم منفوخه من الاعلام عندهم. فاحنا ان شاء الله خط الوسط، معركه خط الوسط، لان خط الوسط هو سيطرت عليه، سيطرت على الماتش، سيطرت عليه، فعرفت تعرف تمد الهجوم بالكور السليمه والكور السريعه والاسيستات وصناعه اللعب، وتعمل الفرق زي ما حصل كده في ماتش الدوري، او زي ما حصل في ماتش السوبر الافريقي، وتمنع الخطوره على الدفاع بتاعك، لان هو خط الدفاع بينكشف من خط الوسط. هو المفروض طبعا هي كمنظومه دفاعيه ان اول مدافع ليك هو من اول راس الحربه، بس بتكلم على دور خط الوسط في الماتش نفسه.
فنتمنى من الله ان خط الوسط بكره ان شاء الله يكون متماسك بقى، دونجا ومحمد شحاته، ومركزين كويس جدا، ومركزين في مهامهم. عبد الله السعيد، محمد السيد، اللي هيلعب سواء ايا كان بقى التشكيل مين اللي هيلعب، طبعا دوت على حسب بصيره، ما هو ايه هيحط التشكيل بكره ان شاء الله. فده نتمنى من الله ان خط الوسط يركز، خط الهجوم. بعدين عاوز اقول لك كلمه اخيره بقى، يعني مش عاوزين تضخيم قوي. الاهلي الفتره اللي فاتت كان عنده دروب جامد جدا، طلع منه كناحيه نفسيه، ولغايه دلوقتي انا مش شايف الصفقات عملت فارق ولا حاجه، هي يعني الموضوع قريب جدا يعني، ولكن طلع منه كناحيه نفسيه. انما معلش احنا ما احناش بنلاعب، انت مش بتلاعب مارادونا ولا ميسي، لعيبه مصر كلها مستوى واحد. انت عندك زيزو احسن لعيب في مصر 4 5 سنين، بعيد عن مستوى الفتره ديت، ممكن يرجع تاني. عندك الجزيري راس حربه، يعني انا عاوز اقول لك ان هم في رعب جواهم من حاجه اسمها سيف الدين الجزيري، ومعروف. عندك مصطفى شلبي اللي فيه للاسف ناس بتهاجمه، وحتى لو احنا لينا شويه تحفظات عليه في الماتشات دي بيعرف يلعبها كويس جدا. ومحمد هاني عانى منه الامرين، عانى منه الويلات على راي حفيظ دراجي. ولا نسينا في ماتش الكاس، وفي الماتش الثاني، في ماتش السوبر، وفي الحاجات دي كان عامل ازاي. لا عندنا يعني الزمالك عنده لعيبه، والموضوع كله زي ما قلت بقى، عشان انهي الموضوع قبل ما، وان شاء الله بقى هبقى اعمل لكم الحلقه اللي هي بالتفصيل كل حاجه فيها ان شاء الله. عشان ننهي الموضوع، اذا قلنا الدربيات بتكسب بايه؟ بالعزيمه، بالاصرار، بالغل، بالتركيز. لما يجي لك فرصه ركز، لما يجي لك فرصه ركز انك انت تجيبها. لو جات لك الفرصه تركز وتعمل اللي عليك، وبعد كده التوفيق يجي لك من عند ربنا ان شاء الله. انزل، عندك طاقه جامده جدا، عندك اصرار قوي جدا، عندك جرينتا قويه جدا، انزل قول انا لازم اكسب، انا لازم اكسب، محدش احسن مني. ده انا داخل في المرحله ديت ان انا مرحله اثبات ذات، مرحله اثبات ان انا احسن، ان انا اقدر، وانا قدرت قبل كده واقدر تاني. اسكت اي كلام يتقال عليا، اثبت نفسي، اثبت شخصيتي. اثبت نفسك يا زملكاوي، اثبت نفسك يا لعيب الزمالك في الماتش، هتثبت نفسك هتكسب ان شاء الله. فده اهم حاجه، انك انت تبقى عندك الجرينتا، عندك الاستعداد، عندك عندك الشخصيه، عندك قوه الشخصيه، انك تقول انا هو ده اهم حاجه. ده اللي مستنيينه من لعيبه الزمالك بكره ان شاء الله. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وربنا هيكرمك ايا كانت الظروف. طالما عملت اللي عليك، طالما اخدت بالاسباب، فهتلاقي التوفيق بيجي لك. التوفيق ما بيجيش غير للمجتهد، التوفيق ما بيجيش غير للي بيعمل اللي عليه وبيسيب الباقي على ربنا. ارمي حمولك وارمي كل حاجة على الله، بس اعمل اللي عليك ان شاء الله، وقول انا قدها، وكنت قدها قبل كده، وهتبقى قدها بكره ان شاء الله. الدربيات قلت لكم بتكسب بايه؟ بتفوز بالدربيات بايه؟ بتفوز بيها بالاصرار، بتفوز بيها بالعزيمه، بتفوز بيها بالجرينتا، بتفوز بيها بالغل، بتفوز بيها بالتركيز، بتفوز بيها بانكار الذات. وعلى الله التوفيق، ومستنيين بكره ان شاء الله كل ده. يلا يحيى الزمالك، ويحيى جمهور العظيم الوافي المخلص. السلام عليكم.